في وقت كانت الارض مليانه بزواحف عملاقه بتنهش بعضها، وفي البحر كانت البليزيوسورات والاكثيوسورات بتتصارع، كان في مخلوق صغير بيجري بالليل يستخبى الصبح وينط من ورا حجر يستخبى تحت شجره، مش هدفه يهاجم ولا يسيطر، هدفه الوحيد انه ينجو. الاول تعالوا نعرف يعني ايه سينابسيدز. السينابسيدز زي ما قلنا الحلقات اللي فاتت دي مجموعه من الكائنات اللي بدات من قبل الترياسي بكتير، وهي اللي طلعت منها الثدييات في الاخر، مش زواحف لكن في نفس الوقت مش ثدييات كامله، نقدر نقول كده ان هم ابناء العم الغامضين للزواحف والثدييات، واللي كانوا عاملين زي نسخه تجريبيه قبل المنتج النهائي. بعد الانقراض العظيم في اخر البرمي السينابسيدز ما كانوش في افضل حالاتهم، بس كام نوع منهم نجا وبداوا يطوروا نفسهم، وواحده من اشهر العائلات دي كانت الثرابسيدز، وبالاخص تحتهم مجموعه صغيره اسمها السينودونتس اللي حرفيا بقوا الاباء المؤسسين للثدييات. السينودونتس كانوا مختلفين، عندهم شعر، تنفسهم اسرع، فكهم اقوى ومرن، وبدا يظهر عندهم اسنان متخصصه، مش كله زي بعضه بقى، يعني بيستعدوا للانتقال الكبير من زواحف بدائيه لثدييات حقيقيه. طيب امتى نقول اول ثدي حقيقي ظهر؟ مفيش تاريخ واحد نقدر نحطه على الكائن ونقول اهو ده اول واحد. ليه؟ علشان التطور ما بيشتغلش بمواعيد.